السلام عليكم. لو كنت سوداني أو ما سوداني ولو عايز تعرف يعني شنو السودانيين بالضبط، شوف الفيديو ده. طبعا دي حاجة بسيطة جدا من شهامة السودانيين وطريقة تعامل السودانيين برا يعني خارجيا. المهم شوف الفيديو ده للنهاية وشوف السعودي ده قال شنو عن السودانيين والكلام الوصل شنو. أسعد الله صباحكم. من هم السودانيين؟ موقف راح أذكره وروحكم بتفهمون عليه. تمام. أحد الأخوة السودانيين هاجر إلى دولة وعمل وارتكب فيها مخالفة ما يعرف شيء عن قوانينها، فتم حجزه مقابل أنه يدفع مبلغ ما يقارب 2500 دولار، يعني ما يقارب 10,000 درهم. مبلغ كبير. وما عنده حد وما سمح له الاتصال في أي شخص خلال الفترة هذه، وما يعرف أصلا حد يعني. وإذا بيتصل في بلاده ما عنده الحد اللي ممكن يموله هاي السيولة. نعم. كان جاي إثر عمل خاص. عموما فكان أحد المساجين يجي شخص يزوره، فيقول حق السجين ممكن هذه الورقة تعطيها لأحد الأخوة اللي عندك، لهذا الأخ يعطيها لأي سوداني، أي سوداني على وجه الأرض. سبحان الله. فالرجل افتكره مجنون، أصر عليه وقال له ما عليك أنت بس أعطى أي سوداني. عطى زميله وقال حق زميله الله يخليك أي سوداني تلاقيه في الشارع أعطاه له ورقة. قال له يا أخي أنت مجنون، أنا أحيد نيتك مستشفى سجن ما مستشفى الأمل يعني. قال له خلاص هذا طلب الريال وأنت أعطاه. وفعلا هذا الشخص يقول كان ماشي على الكورنيش وشاف أمامه 3 سودانيين. يقول ما أعرف كيف أنا أعطيه ولا لا، متردد يعني. يقولون أنت مجنون كيف تعطينا كذا؟ يقول توكلت على الله وقلت لهم يا جماعة لو سمحتوا أنا ترى ما لي علاقة، بس أنا عندي أخ سجين في السجن الفلاني في المنطقة الفلانية ومعاه واحد سوداني غريب، وقال هاي الورقة أعطي لي أي سوداني. يقول من أعطيتهم الورقة استغربت من هذا الشعب. جلس يطالعون الورقة مكتوب أنا أخوكم مزنوق غريب عن الدولة مطلوب ب 2500 دولار. قال سألوني وين هذا المكان وكيف وشو قضيته وكذا. يقول إنه استغربت من ردة الفعل يعني، مش للدرجة هاي. أقول لهم أنتم تعرفونه؟ قال خلاص أنت ما عليك وصلتنا وجزاك الله خير. يقول بعد أسبوع جيت أزور صاحبي، قلت له وين السوداني؟ قال لي والله بعد اليوم الثاني وصف لي إن اليوم الثاني من اللي أنا أعطيتهم فيه الورقة طلعوا. سبحان الله. يمعوا له وطلعوا. سبحان الله. نحن دائما نشوف أشياء لكن ما نعلم الواقع. صراحة الشعب السوداني شعب رائع، شعب طيب، شعب يعني قلبه على بعض ولهم وفاء وإخلاص جميل بينهم البين. الله يحفظهم. يا سلام يا أخي، والله موقف ما شاء الله. طبعا يا جماعة الحاجة دي يعني ما غريبة عن السودانيين، يعني أي زول في مكانهم ممكن يعمل الحاجة دي. لكن الشيء المحير الناس دي شنو إنه الزول ده يعني كان في السجن وكتب ورقة بس أديها لأي سوداني، لا بعرفه لا قريب ولا أي حاجة، أي سوداني بس اسمك يا سوداني. فقام اداه الورقة دي وبطريقتهم هم قاموا لموا المبلغ ده وقاموا شنو ادوا له عشان يطلع من السجن بس بكل بساطة. طبعا يعني افتخر انك سوداني، وبصراحة يا ريت الحياة دي تكون مستمرة، ويا ريت نسمع كلام جميل جدا عن السودان في كل مكان. فلو انت مستمتع وفخور بانك سوداني اعمل لنا لايك ومتابعة وانزل تحت في التعليقات، وما تنسى تصلي وتسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلت لكم كتروا الشير عشان تشوفوا الجديد من جوطة. لحد ما نلقاكم في حلقة جديدة، السلام عليكم.